اما يبقى في حد بيقلدك او بيحاول يعمل زيك او بياخد عناوينك او كمان بياخد افكارك، فده نجاح ليكي انتي. هقول لكم على التفاصيل كلها النهارده، بس يلا بسرعه. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا كده يا امارات، ابتدينا يومنا النهارده بطبعا القهوه. اساسي ابتدي اشرب قهوتي الجميله، وكان في كده شويه مشتريات حلوه قوي، وهقولك ازاي تظبطي ميزانيه الفاكهه بتاعتك. ايا كان معاكي اي مبلغ تقدري ان انت تشتري بيه نوع الفاكهه المحبب ليكي. اما بالنسبه لموضوع التقليد او اخدان العنوان مني فده هتكلم معاكي بعد ما تشوفي اشترينا ايه ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى نشوف 100 جنيه فاكهه، يا ترى ال 100 جنيه فاكهه جابت لنا ايه. نشوف كده الاسعار كده، يعني الفاكهه ايه. ولازم برضو تظبطي البيت بتاعك، بما ان مثلا احنا في العيد والحاجه بتبقى موجوده عندنا في البيت، فالحمد لله الحمد لله بنقدر ان انت صرفتي قبل العيد، بس في وسط العيد مثلا مش بتصرفي قوي. فانت بقى معاكي 50، معاكي 100، معاكي ايا كان المبلغ اللي عايزه تنزلي تجيبيه فيه فاكهه، انزلي بيها هاتي فاكهه. انا كان معايا 100 جنيه. تعالي نشوف جبنا ايه بال 100 جنيه. جبت اول حاجه الخوخ اهو يا بنات. بصوا الخوخ جميل جدا. انا بحب جدا الخوخ اللي هو بيبقى كبير شويه كده ومش طري، عارفه اللي هو بيبقى ناشف شويه كده، لان الطري بيبوظ معانا في الصيف وتحسي ان هو يعني بيحمض كده وبتبقى مش حلوه، لكن دي بتبقى صلبه نفسها كده وزي العسل. الخوخ ده بكام يا دودو؟ الخوخ تحت بيبدا من 30 جنيه، 30 و35 و40 و50 اسعار يا بنات. الخوخ القمر ده عامل 40 جنيه، انا جبت كيلو، هو كيلو حلو قوي ب 40 جنيه خوخ. عشان كده بقولك ال 100 جنيه ظبطي بيها، او 50 جنيه تظبطي بيها. جبت كمان التفاح ده بقى يا بنات. انا بموت في حاجه اسمها التفاح اللي هو البلدي ده، عارفه التفاح البلدي القمر ده؟ انا بحبه كمان اكتر من التفاح اللي هو الامريكاني اللي هو الاصفر والاحمر. لا انا بحب ده اكتر بكتير، يعني لو خيروني لا هختار ده. كيلو التفاح ده برضو ب 40 جنيه، انا جبت برضو كيلو. يعني انا ابتديت ان انا مثلا معايا مبلغ معين بجيب منه كيلوهات او انصاص حسب ما انا عايزه ايه ومصروفه، يعني المصاريف معايا قد ايه. يبقى ده كيلو ب 40 وده كيلو ب 40 يبقى 80. الموز لقيت عربيه واقفه بتقول كيلو الموز ب 20 جنيه، جبت كيلو موز ب 20 جنيه اهم. هو كيلو حلو قوي بالنسبه لي، 40 و40 و20 80. تقدري بقى لو انت مثلا معاكي 50 جنيه عايزه تجيبي مثلا كيلو من ده ونص مثلا من ده، او كيلو من ده ونص، يا بصي هتعرفي ان انت برضو تظبطي، تجيبي نصاص تجيبي كيلوهات براحتك خالص. يبقى كده دي كانت مشتريات الفاكهه. تعالي نشوف احنا جبنا ايه تاني. هنا كمان كنت جبت بقى طماطم وجبت كمان بطاطس، بس ما جبتش كتير. جبت الطماطم دي يا بنات ب 8 جنيه، فجبت 2 كيلو طماطم ب 16 جنيه، لان الطماطم اللي عندي كانت خلاص ابتدت تخلص. البطاطس كمان انا ما جبتش من قبل العيد بطاطس، جبت كيلو واحد بس من البطاطس، لان لقيت يعني سعرها الحمد لله ربنا يهديها زي ما بنتكلم على طول ب 22 جنيه، فانا جبت كيلو واحد بس. المهم تبقى عندي وخلاص، مش المهم الكمية، المهم تبقى موجودة عندي وخلاص. بصوا بقى يا امارات، من اول ما ابتديت القناه بتاعتي وانا بعمل افكار للتوفير، ما باخدش اي فكره من حد، ما باخدش اي عنوان من اي حد، بس ان مثلا حد يدخل على القناه يقلد العنوان او يقلد الافكار او ياخد افكار مني، فده نجاح ليا انا، لان اليوتيوب كله افكار وكلنا افكار للتوفير، بس يعني ما تنسبيهاش لنفسك. هنا بقى كنت فضيت الفاكهه كده يا بنات بقى علشان الحر، وعلى طول يا دودو شغلي الغساله. كنت بقى مليت الغساله بتاعتي زي ما قلت لكم بقى، برضو من افكار التوفير ان انت تجمعي الغسيل بتاعك كله وتبتدي في مره واحده تعمليه، يعني ما شغلش الغساله على قطعه بسيطه، او مثلا تبقى فيها ربعها وهي ما اتملتش، لا، املى غسالتي واحط حبه المسحوق واشغل الغساله بتاعتي. تعالي بقى اقولك في حاجة تاني نفعتني جدا من ساعة الفيديو اللي انا عملت فيه الرقاق باللحمة المفرومة. كنت عاملة بصل زيادة،
بصوا بقى البصل الزياده اللي انا شلته في الفريزر نفعني النهارده ازاي. طلعت بقى البصل عندي من الفريزر، ما احتجتش ان انا اعمل في الكبه ولا اي حاجه خالص، علشان هتنجز معايا في اكلتي النهارده، اكلات العيد اللي بصي ما يحلاش العيد غير بالقمر اللي انا هعملها النهارده دي. بجد والله العظيم فكره النهارده او غدا النهارده بصي روعه. جبت كده حله، صينيه او حله براحتك، بس انا بحب الصينيه بتاخد مكان معايا، يعني انا عايزه حاجه واسعه. البصل بتاعي حطيته بقى في السمنه، ايا كان حطيتي سمنه او زيت، اي ماده دهنيه براحتك، وانزل بالبصل بتاعي فك معايا. وتعالي نتبل القمر، هنحط توابلنا سهله وبسيطه واقتصاديه. حبه من الفلفل الاسود، وكمان حبه من بهارات اللحمه، وكمان حبه من الكمون. قلبي بقى الحاجات القمر بتاعتك دي وخليها يا دوبك تدبل سيكه. اللحمه بتاعتي طبعا طلعتها من الفريزر اول ما صحيت من النوم، وغسلتها كويس قوي وكمان صفيتها. وهنا بقى الصينيه بتاعتي كان البصل ابتدى يدفى سيكه بسيط قوي، هنا كنت معليه النار، نزلت باللحمه بتاعتي كلها. ايا كان برضو اللحمه ممكن تقطعيها اصغر من كده او تعملي اقل من كده حسب افراد الاسره، بس انا بقى كنت مقطعاها رقيقه، يعني مثلا القطعه مثلا تخينه كنت بقطعها 2، يعني كنت برفعها على قد ما اقدر. يعني اصلا اللحمه دي لو انا كنت سبتها زي ما هي ما كانتش بقت الكميه دي، بس لما اقطعها رفيعه فهي هتوفر معايا كتير جدا. ابتديت كده اديتها صدمه، وبعدين هبتدي اقلبها، يعني لما تغير لونها هقلبها الناحيه التانية. اول ما تغير لونها كلها وتبتدي خلاص، انا في المرحله دي وطيت النار خالص، عارفه شمعه كده توطيها خالص. هننزل بقى تاني بحبه من الفلفل الاسود، وحبه كمان من بهارات اللحمه او السبع بهارات. الكمون اساسي 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 في الوصفه دي، نص معلقه صغيره كده من الكمون. هقلبها كويس قوي، هوطي عليها واغطي الحله بتاعتي. الميه اللي هتنزل منها هي اللي هتسويها، يعني انا مش هحط فيها اي ميه خالص، مش هزودها نهائي. كل شويه بس هبص عليها واغطيها تاني، بس خلي بالك لا الميه بتاعتك تنشف. انا بالنسبه لي ما احتجتش ان انا ازودها ميه، كل الميه دي هي نازله منها هي. وهبتدي بقى العين التانية كمان اعمل عليها رز، تقدري تعملي رز بالشعريه، تقدري تعملي رز حبه وحبه براحتك خالص. انا جبت بقى الحله بتاعتي فيها حبه من السمنه او الزيت، نزلت بكميه الشعريه بتاعتي هقلبها كويس قوي. هتبتدي تغير لونها، انزل بالرز والملح، وهبتدي اشوحهم كويس علشان يبقى الرز بتاعي مفلفل. هزود الميه بتاعتي وهغطي عليها. في ناس كتير قمر يعني بتكتب لي في الكومنتات ان انا طريقتي او صوتي زي الشيف هالة، يعني مش عارفه هو كده صح ولا ايه. انا بحبها جدا على فكره، بس يعني هي ليها طريقتها وانا ليا طريقتي، بس ممكن نبقى متشابهين شويه. ادي الرز بتاعي بعد ما استوى طبعا بيتشرب معاكي، تبتدي تحطي بقى الشياطه وخلاص على كده. بصي الجمال. اللحمه بتاعتي بقى بعد ما تستوي تماما، يعني بصي تدوقي حته كده تلاقيها استوت، انزلي بقى بحبه من الملح وخلاص على كده، ودوقي احلى صينيه لحمه بالبصل. الله على الجمال، ما بتحتاجيش تعملي معاها اي حاجه خالص اكتر من اللي انت بتاخدي الصوص الجميل بتاع اللحمه ده على الرز، خلاص على كده. تقدري تحمري جنبيها بطاطس وتاكليها بعيش لو مش عايزه رز. في ناس كتير قوي ملهاش تقل على الرز وبتبقى عايزه حاجه كده سهله، لحمه مثلا بعيش، كبده بعيش كده، اي حاجه بعيش وخلاص. سفرتنا الجميله، اكلات العيد، اللحمه بالبصل القمر، الرز اللي بالشعريه، واحلى سلطه. تقدري بقى تحطي مثلا مخلل براحتك خالص، تقدري زي ما انت عايزه. اللحمه دي يا بنات بصي جربيها كده، لو عندك كده حتتين لحمه كده 3، مش لازم كميه لحمه، طلعي بقى واعملي الطريقه دي، بجد هتبهرك هتبهرك بجد. المهم يا بنات احنا قربنا على 10,000 مشترك، كله بمجهودي، كله الحمد لله الحمد لله بوجودكم انتوا. وبصوا ربنا بيقف معايا، كل المشتركين اللي عندي دول بيحبوني، لو مش بيحبوني مش هيشتركوا عندي، يعني الحمد لله الحمد لله. في ناس كتير بتبقى لسه بادئه وتشتري بقى مشاهدات وتشتري مشتركين وهم اصلا لسه محققوش ولا ربح ولا حاجه، بس عايزه اقول لهم ان ده مش هينفعهم خالص. اهم حاجه تبني جمهور ليكي او تبني حد بيحبك.
هنا بقى بعد ما اتغدينا وغسلت المواعين، ابتديت كده غسلت الفاكهه، ما بغسلهاش كلها علشان ما تتبلش، اغسلها كده واقطعها كده عشان يجي لهم نفس ياكلوها. يعني الطبق القمر اللي انت شايفاه قصادك ده عباره عن ايه؟ تفاحه واحده بس، خوخه واحده، وكمان موزيه بس، مش اكتر من كده، بحيث ان انت قطعتيهم رفيع، فانت ظبطتي الدنيا علشان ما يرجعش منك او يسيبوا الاكل، فحرام. قعدوا بقى اكلوا الفاكهه بتاعتهم، وانا بقى كنت جايبه بقى ايه، بصي بقى القهوه بتاعتي كده شايلاها، علشان اول ما يبقى البطرمات بتاعي خلاص خلص، لا ما ينفعش اقعد من غير قهوه. ابتديت كده فضيت القهوه بتاعتي في البطرمان، ويلا بقى نعمل احلى بقى كوبايه قهوه. انما ايه، هاخدها بقى واقف في البلكونه، بصي دي بتعدل الدماغ بجد. بصوا بقى على النار، بعد ما اقلبها على نار هاديه قوي، انا بعملها ازاي؟ معلقتين بن بس وعليها الميه، وهقلبها كويس او ارفعها على النار، اقلبها تقليبه وهي على النار، واول ما تبتدي ترفع معايا ابتدي اصبها، واحلى قهوه بوش، والله على الجمال. تعالي بقى اشربي معايا. اوعي تنسي نفسك في العيد، اوعي تنسي نفسك في الايام العاديه، الحاجه اللي بتحبيها بسرعه هاتيها وبسرعه اعمليها، اتمتعي بكل حاجه حواليكي، عيشي اليوم بيومه. بصي يعني زي ما بيقولوا كده، عيشي اليوم اكن ده اخر يوم، ابسطي نفسك، ابسطي اولادك، ما تخليش نفسك في حاجه. ربنا هيكرمك، وقولي يا رب استغفروا، صلوا يا بنات، صلوا قيام الليل، قيام الليل مهم جدا جدا جدا. ولو عجبك الفيديو، عجبتك القناه، ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. باي باي.